العاشرة مساء بتوقيت أسمر، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم في جولتها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الإريتريون في بورت السودان ونيروبي يحتفلون بعيد الاستقلال. إنتاج الألبان في مدرسة حقات الزراعية الفنية. ارتياح للخدمات الاجتماعية في لوكايب. مسلحون يقتلون 25 جنديا نيجيريا. ترامب يصل إلى اليابان ويدعوها لمزيد من الاستثمارات. وثوران بركان في جزيرة بالي الإندونيسية يتسبب في إلغاء رحلات طيران. كان ذلك موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. احتفلت الجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر السودانية ونيروبي الكينية في 24 من مايو بالذكرى 28 للاستقلال. وفي الاحتفال الذي جرى في بورت سودان، أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية في السفارة الإريترية في السودان السيد إسماعيل موسى أن الشعب الإريتري عامة يحتفل بعيد استقلاله بفخر واعتزاز وأنشطة تعكس عظمة المناسبة، مستذكرا التضحيات الكبيرة المقدمة من أجل الاستقلال. وأشار والي البحر الأحمر العميد عصام الدين عبد الفرج في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال إلى العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين الشعبين الإريتري والسوداني، موضحا بأن مناخ السلام في المنطقة يمهد للتنمية والتعاون. وأكد على عمل إدارة الولاية لاستغلال الفرص المتاحة لخدمة المصلحة المشتركة. وشهد الحفل عروضا فنية للفنانين القدامى والشباب. وقال سفير إريتريا في كينيا السيد بيانيروسوم في احتفال الجالية الإريترية بنيروبي إن احتفال هذا العام يأتي بعد تجاوز جميع عدائيات وتحديات 20 سنة الماضية وتحقيق انتصارات دبلوماسية كبيرة، موضحا بأن المرحلة الجديدة تستدعي الانطلاق للتنمية بكل القدرات والإمكانات. وحضر الحفل سفير إثيوبيا في كينيا السيد ملس ألم ولفيف من الدبلوماسيين المدعوين. احتفل الإريتريون المقيمون في هولندا بالذكرى 28 لاستقلال البلاد. وتضمن الاحتفال الذي افتتحه سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا برامج ثقافية وفنية بوضع الاعتبار للأطفال. وأشار السفير ناغاسي كاسا إلى استثنائية احتفال هذه السنة، وقال إن مناخ السلام والصداقة الكائن في القرن الأفريقي هو نتاج صمود وتفاني الشعب الإريتري، داعيا المواطنين لتمتين وحدتهم ودعم برامج التنمية. من جانبه أوضح قنصل إريتريا السيد سولامون محاري أن 24 من مايو لها مكانة خاصة في وجدان الإريتريين، وشكر كافة المساهمين لتنظيم الاحتفال في هولندا. تقوم مدرسة حقات الزراعية الفنية بجهود لرفع إنتاج الألبان ومشتقاته بعد سد نواقص مصنع مشتقات الألبان في المدرسة. وأوضح مدير المصنع السيد عوات نجوسي عن تركيب معدات لتعليب 500 لتر من الزبادي بمختلف الأحجام في المرة الواحدة في المصنع الذي يعمل به عمال مهرة، وسيقدم المنتج إلى الأسواق قريبا. ويقوم المصنع بإنتاج الأجبان والسمن ومشتقات الألبان الأخرى، ويسوق بمنح الأولوية لسكان المنطقة والبيع بأسعار مناسبة لأسواق كرن وأسمرة. وذكرت الطبيبة البيطرية السيدة هانسو كاستا عن وجود 62 بقرة تابعة للمصنع تنتج يوميا 190 لترا، حيث يباع حوالي 60 لترا مباشرة للمواطنين ويتم تصنيع 130 لترا.
ذكر سكان ضاحية لوكايب بمديرية كركبة أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت لهم بعد تجمعهم عام 2001 أحدثت تغييرا إيجابيا في حياتهم، داعين الجهات المختصة لصيانة بعض الخدمات التي أصيبت بالأعطال بسبب عملها لسنوات طويلة. وأوضح مدير الضاحية السيد كرار وهاج عن تعطل خزانات المياه والأنابيب ومحطات التوزيع التي شيدت عام 2009، وأجبرهم ذلك للسير مسافة طويلة لجلب المياه غير الصالحة. وحول خدمات التعليم أوضح عن وجود مشاركة جيدة للمرأة في المرحلة الابتدائية، لكن اضطرار الطلاب للذهاب إلى أملايت لتلقي التعليم المتوسط يتسبب في انخفاض المشاركة، خاصة المرأة، ويجب فتح مدرسة متوسطة. وقال مساعد التمريض حسن محمد علي إن العيادة التي افتتحت عام 2007 لخدمة 3 ضواحي تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال والتحاليل الطوعية للدم، داعيا لتطويرها تماشيا مع ازدياد عدد المستفيدين منها. وتبعد لوكايب التي يقطنها حوالي 4000 نسمة مسافة 350 كيلومترا من مدينة بارنتو. توفي أمس 25 من مايو المناضل الشي كحساي تسفى يوهنس قبرو عن عمر ناهز 85 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل الشي كحساي بقوات التحرير الشعبية عام 1975، وعمل قبل الاستقلال في فرع التموين والأسلحة بالجهاز الاقتصادي حتى عام 1978، ومن ثم في فرع البناء بالجهاز الاقتصادي حتى الاستقلال، كما عمل بعد الاستقلال في شركات البناء. والمناضل الشي كحساي تسفى يوهنس أب ل8 أبناء، وسيورى جثمانه ثرى ظهر يوم غد الاثنين 27 من مايو بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة البناء عن حزنها العميق لوفاة المناضل الشي كحساي تسفى يوهنس، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناضلين وأصدقاء العمل. أعزائنا المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. قال مصدران أمنيان إن مسلحين إسلاميين قتلوا ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا وعددا من المدنيين في كمين بشمال شرق نيجيريا في ثاني هجوم مميت على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية. وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية بولاية بورنو، حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون قتالا ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد. وتقول الحكومة النيجيرية إن جماعة بوكو حرام ومنافسته جماعة تنظيم الدولة في غرب أفريقيا في وضع سيء، لكن الجهود المستمرة للقضاء على الإسلاميين أخفقت، وما زال الجيش يمنى بخسائر جسيمة. ولم يتسنى الاتصال بمتحدثين باسم الجيش النيجيري للرد على طلب التعليق. وفي الأسبوع الماضي أعلن فرع الدولة في غرب أفريقيا مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا قتل فيه 20 جنديا، كما نشر تسجيل مصور منفصل أظهر ما قال إنه إعدام 9 جنود نيجيريين آخرين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى اليابان في زيارة رسمية في مجملها تهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته. وقال لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي. وتربط ترامب وأبي علاقة ودية يسعى رئيس الوزراء الياباني للتأكيد عليها في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي. وتخوض الولايات المتحدة حربا تجارية واسعة مع الصين احتجاجا على معاملة بكين للشركات الأمريكية، بينما تتصاعد التوترات بينها وبين اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.
ومن المقرر أن يناقش ترامب وآبي قضية التجارة خلال محادثاتهما، لكن مسؤولين قللوا من إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذه الزيارة. قال مسؤولون إن بركانا ثار في منتجع بالي في إندونيسيا، مما تسبب في إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى أستراليا مع تصاعد سحابة من الرماد إلى السماء. وأضاف المسؤولون إن حمما تدفقت من بركان جبل أغونغ إضافة إلى زخات من الصخور وصلت لمسافة نحو 3 كيلومترات، بينما تناثر الرماد البركاني على عشرات القرى، ولم ترد تقارير عن مصابين أو قتلى. وقالت السلطات إن لديها 50,000 قناع كإجراء وقائي، على الرغم من أن مستوى التحذير من البركان لم يتغير ولم تجري أي عمليات إجلاء للسكان. ويقع جبل أغونغ في شرق بالي، ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد قليلا عن 3000 متر. وفي أواخر عام 2017 رفعت السلطات مستوى التحذير من بركان أغونغ بعد تزايد في نشاطه، مما أدى لعمليات إجلاء للسكان وفوضى في رحلات السفر وقتها. شرعت شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء في إطلاق نظامها المداري لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة. وانطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا محملا ب60 قمرا صناعيا قادرا على تزويد المستخدمين على الأرض باتصالات الإنترنت فائقة السرعة. وتستهدف سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك إطلاق نحو 12,000 مركبة فضائية من أجل شبكتها ستارلينك للإنترنت. وتعتبر تعتبر سبيس إكس إحدى الشركات التجارية العديدة التي حصلت على ترخيص لتثبيت شبكة إنترنت ضخمة في الفضاء. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإرثية. لكم تحياتي وإلى اللقاء. وفري تتصنفين ما تتلمعي عد صعري عدي انكو قلبي تشاع ترسي عدي وليلا حاقر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا